قصتنا بتبدأ في سجن الأحداث للشباب الصغيرين. في مشاكل كبيرة حصلت لأن في طفل صغير دخل في قتال خطير ومسك زميله طحنه، فالحراس أخدوا الطفل وسجنوه في الحجز الانفرادي. لما الطفل كان في الحجز جاله زيارة من السيدة ماري تبقى واحدة من زوجات أبولو كريد الملاكم المشهور، ولما سألت الطفل عن اسمه وعن أهله فقال لها إنه اسمه أدونيس ووالده وأمه متوفين. وهنا ماري قالت له إن والده يبقى الملاكم الأسطوري أبولو كريد لكنه مات قبل ما يتولد، وهي اللي هتربيه بدلا من والدته المتوفية. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث 15 سنة قدام. أدونيس كبر وبقى ملاكم هاوي ومبتدئ وبيحاول يشق طريقه لقمة الملاكمة. أول قتال لأدونيس بدأ وكان بيلاعب ملاكم خطير لكنه قاتل بكل قوته ودمره بلكمات سريعة وفاز بالقتال، وبيظهر إنه عنده موهبة. تاني يوم الصبح أدونيس راح للشغل لكنه قرر إنه يستقيل تماما علشان يبقى فاضي للملاكمة وبس. أدونيس رجع للبيت وسلم على مربيته ماري ودخل الأوضة بتاعته وشغل فيديو لوالده أبولو كريد وهو بيلاعب الأسطورة روكي. أدونيس قعد يتمرن مع الفيديو لأنه بيحب الملاكمة جدا. بعد فترة أدونيس راح لمدرب ملاكمة مشهور في المنطقة وطلب يتدرب معاه، لكن المدرب رفض طلبه لأن والد أدونيس أبولو كريد مات في الحلبة بسبب الملاكمة. فأدونيس اتعصب ودخل الحلبة وراهن على عربيته في قتال ضد أي حد، وهنا ظهر ملاكم محترف وقبل التحدي، لكن أدونيس خلص عليه بضربتين بس وقعد يتفاخر بالفوز. وهنا ظهر داني المشهور بالجبل المقاتل. الجبل محترف ويعتبر واحد من أقوى المقاتلين في العالم. داني قبل تحدي أدونيس ودخل معاه في قتال، ومن البداية مسك أدونيس طحنه وخلص عليه بالضربة القاضية. وهنا أدونيس عرف إن مستواه في الملاكمة لسه ضعيف ولازم يقابل مدرب قوي علشان يقدر يتطور ويبقى مميت. تاني يوم أدونيس قابل ماري وقال لها إنه هيسافر لمدينة فيلادلفيا علشان يتمرن تحت ايد الملاكم الاسطوري روكي. طبعا ماري رفضت لان والده مات بسبب الملاكمة، فكريد قال لها انا القتال بيجري في دمي وحلمي ان ابقى بطل العالم للوزن التقيل. بالفعل أدونيس سافر لمدينة فيلادلفيا الامريكية باسرع وقت وراح للمطعم الخاص بروكي واستناه هناك. اول ما روكي دخل للمطعم اتفاجئ بأدونيس وما كانش يعرف انه ابن كريد. في البداية أدونيس طلب من روكي يدربه وقال انه يبقى ابن أبولو كريد، فروكي رفض تدريبه تماما لان والده مات بسبب الملاكمة. وهنا أدونيس اتعصب وقال انه مش هيبطل يطارد حلمه ايا كان الثمن. تاني يوم أدونيس اشترك في نادي الملاكمة علشان يتمرن فيه ويحسن مهاراته. بعد فترة أدونيس رجع لروكي من جديد وفضل يزن عليه علشان يدربه. في النهاية روكي عرف ان أدونيس عمره ما هيسيب حلمه، وبالفعل قرر انه يساعده مساعدة بسيطة. روكي كتب لأدونيس لستة فيها شوية للتدريبات الأساسية في اللعبة اللي هتساعده بشكل ملحوظ في القتال، فأدونيس شكره وانطلق للتدريب في سعادة كبيرة. ومع الوقت أدونيس أجر بيت في فيلادلفيا علشان يبقى قريب من روكي، وبعد مدة قصيرة اتعرف على بنت ساكنة جنبه اسمها بيانكا شغالة مغنية، وهي وأدونيس كانوا معجبين ببعض. أما روكي راح للمقابر علشان يزور زوجته، وهنا بنعرف ان أبولو كريد كان صديق روكي العزيز، ده غير ان اخو زوجته توفى هو كمان، وابنه الوحيد سافر بعيد عنه علشان يشتغل، وبكده روكي بقى عايش لوحده وحيد. روكي فكر شوية مع نفسه في الموضوع وقرر يساعد أدونيس في التدريب، يعلمه ازاي يبقى بطل العالم في الملاكمة لانه ابن صديقه المتوفي أبولو كريد. بالفعل روكي راح لنادي الملاكمة اللي أدونيس بيتمرن فيه، وهناك قابل أدونيس وقال له انا همرنك معايا بس بشرط تسمع كل كلامي وتبذل اكبر مجهودك. فأدونيس وافق بسعادة لانه اخيرا هيتمرن مع روكي الملاكم الاسطوري. من تاني يوم التدريبات بدأت، وروكي علم أدونيس كل الاساليب السرية في التدريب وخلاه يجري ورا الفراخ علشان يدرب سرعته وينط الحبل لساعات بدون توقف، ده غير تدريبات الملاكمة الكلاسيكية لتقوية اللكمات. مع الوقت أدونيس اتحول من شاب ضعيف وملاكم مبتدئ الى مقاتل خطير ومدمر بسبب نصايح روكي الذكية. وفي يوم من الايام روكي كان بيدرب أدونيس في النادي، لكن فجأة مدرب كلمهم وقال انا عايز اخلي تلميذي يتحدى أدونيس في قتال احترافي. فروكي وأدونيس وافقوا
لانها فرصتهم علشان يظهروا مهاراتهم للعالم. من هنا ادونيس ساب البيت اللي كان مأجره وانتقل للعيش مع روكي علشان يتدرب معاه كل يوم بدون توقف من اجل التجهيز لاول قتال احترافي ليه. تاني يوم الصبح روكي اخد ادونيس وراح النادي ملاكمة في منطقة فقيرة، وهناك روكي قدم ادونيس لمدربين محترفين جدا هيساعدوه في التجهيز للقتال. وبالفعل ادونيس بدأ يتدرب باقصى ما عنده وحسن مهاراته ولياقته البدنية لاقصى حدود. ادونيس موت نفسه في التمرين لانه لو خسر في اول قتال ليه هيفشل في بداية مسيرته ومش هيقدر انه يحقق الحلم بتاعه. في وقت قصير جدا ادونيس زاد من قوة لكماته وبقى جاهز لاول قتال احترافي ليه مع مدربه روكي. بالفعل اول قتال لادونيس اتنظم في حلبة ملاكمة صغيرة وكان هيلاعب مقاتل شاب خطير ولكماته مميتة. قبل الماتش روكي قال له شوية نصايح مهمة واخيرا القتال ما بينهم بدأ. في الاول الاتنين كانوا متعادلين في تبادل اللكمات، لكن فجأة خصم ادونيس بدأ يسيطر ونزل فيه طحن، بس من حسن الحظ جرس الجولة الاولى ضرب. روكي بدأ يحفز ادونيس علشان يكمل القتال ويقوم زي الوحش من جديد. في الجولة الثانية ادونيس افتكر نصايح روكي وانتظر فرصته للهجوم وانقض على خصمه بسرعة البرق وقدر انه يخلص عليه بالضربة القاضية. وبكده ادونيس فاز باول قتال احترافي ليه وشق بداية طريقه في عالم الملاكمة. بالليل روكي وادونيس وصديقته بيانكا استريحوا من يوم المباراة المتعب في هدوء. وتاني يوم الصبح لما روكي كان بيعمل الفطار بيانكا قالت لادونيس ان كل الناس عرفوا ان ابن الملاكم الاسطوري ابولو كريد، والخبر انتشر على شبكات الانترنت. ده غير ان الموضوع انتشر في الاخبار ومربية ادونيس ماري شافت الخبر في التلفزيون. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لريكي كونلين ومدير اعماله الخاص بيه. ريكي يبقى بطل العالم للوزن التقيل في الملاكمة، ومدير اعماله قال له انه هينظم له قتال مع ادونيس لانه ابن الاسطورة كريد، ودي هتبقى فرصة حلوة لتجميع الفلوس. بالفعل مدير اعماله اتصل على روكي وطلب يقابله هو وادونيس علشان ينظم معاهم القتال. تاني يوم مدير الاعمال وصل وقال لروكي وادونيس ان القتال هيتعمل في حلبة ضخمة جدا وهيبقى فرصة علشان ادونيس يتشهر ويقدر يبقى معروف في عالم الملاكمة. ده غير انه هيدفع له مبلغ $100,000. فروكي وادونيس وافقوا. بعد كده روكي قال لادونيس انه لازم يشد حيله علشان يغلب ريكي كونلين لانه يعتبر اقوى مقاتل في العالم. فادونيس اتشجع لانه فرصته جات له اخيرا علشان يسبق قوته ومهاراته للعالم. وفي يوم من الايام ادونيس كان بيتدرب مع روكي، لكن فجأة روكي حالته الصحية اتدهورت وفقد الوعي في الحلبة. فادونيس سنده واخده للمستشفى باسرع وقت. من حسن الحظ الدكاترة لحقوا روكي وصحته مع الوقت اتحسنت بسرعة. وهنا الدكتورة قالت انها اخدت عينة دم من روكي علشان تحللها. لما روكي خرج من المستشفى رجع لتدريب ادونيس من جديد، لكن فجأة وصلت له مكالمة من الدكتورة وطلبت منه يقابلها في المستشفى. بالفعل روكي قابل الدكتورة واكتشف ان عنده مرض خطير في مرحلة بدائية وممكن يتعالج منه، لكن روكي رفض يتعالج لانه مش عايز يسيب ادونيس لوحده في مباراته ضد ريكي كونلين. وفي يوم من الايام ادونيس اكتشف بالصدفة ان ريكي مريض لانه شاف اوراق مبعوثة من المستشفى وقال له انت لازم تتعالج باسرع وقت ممكن لان المرض ممكن يتفاقم ويسبب لك الموت. روكي قال له انا زوجتي وصديقتي ماتوا وابني بعيد عني وبقيت وحيد ومش مهم اموت او اعيش. فادونيس غضب منه وسابه ومشي. ادونيس راح يزور بيانكا في واحدة من حفلاتها الغنائية، لكنه اتخانق مع واحد من الناس لانه عصبي وما بيقدرش يسيطر على غضبه. للاسف ادونيس دخل السجن وروكي دفع الكفالة الخاصة بيه. روكي حاول يكلم ادونيس لكنه كان لسه متضايق منه بسبب اللي حصل ورفض يكلمه. بعد كده ادونيس راح يزور بيانكا وقال لها ان روكي مريض ولازم يقف جنبه، لكن بيانكا رفضت تكلمه لانه اتخانق في حفلتها. وبكده ادونيس بقى وحيد بدون روكي او بيانكا وقضى وقت كتير لوحده وعرف انه لازم يهتم بالناس القريبين منه ويصالحهم. تاني يوم ادونيس راح يقابل روكي واعتذر له لانه كان غير مؤدب معاه. ادونيس قال لروكي انه لازم يتعالج ويحافظ على صحته لانه يعتبر زي والده. فروكي وافق على طلبه بشرط ان ادونيس يتمرن باقصى قوته لقتاله مع ريكي كونلين. بالفعل روكي دخل المستشفى علشان يبدا العلاج من مرضه، اما ادونيس بدا يتمرن معاه في المستشفى علشان يحسن مهاراته ولياقته البدنيه ويجهز للقتال. ادونيس اهتم بروكي في وقت مرضه واستمر في التدريب بشده لانه لازم يثبت قوته للعالم. وفي يوم ادونيس كان بيجري في شوارع فيلادلفيا وهنا ظهرت مجموعه من الشباب على دراجات ناريه وحوطوه من كل اتجاه علشان يحفزوه في التدريب.
ادونيس بدأ يتدرب باقصى ما عنده لحد ما روكي قال له انت اخيرا بقيت جاهز لقتال بطل العالم ريكي كونلين. تاني يوم المؤتمر الصحفي للقتال اتنظم، وفي وسط المؤتمر ريكي كونلين بدأ يشتم ادونيس علشان يضعفه ويهز ثقته بنفسه، فادونيس اتعصب وكان هيتخانق معاه. بعد ما القتال اتنظم في غرفة تغيير الملابس، ادونيس وصلت له هدية من مربيته ماري، ولما فتحها لقى ان شورت الملاكم الخاص بوالده ابولو كريد. بالفعل ادونيس دخل حلبة الملاكمة مع روكي المدرب الخاص بيه واستعد للقتال ضد بطل العالم ريكي كونلين. اما ريكي دخل الحلبة بطريقة مميزة وسط تشجيع كبير من الجمهور لانه بطل العالم للوزن التقيل. بعد ما المذيع قدم ريكي كونلين وادونيس للجمهور، اخيرا القتال ما بينهم بدأ. في اول جولة ريكي سيطر على المباراة ووجه له لكمات قوية، لكن من حسن الحظ جرس الجولة الاولى ضرب. روكي قال لادونيس يستجمع قوته ويحارب باقصى ما عنده لان دي فرصته الوحيدة علشان يظهر نفسه للعالم. وفي بداية الجولة الثانية ادونيس استنى فرصته ووجه لكمة قوية لريكي كونلين وقعته على الارض. كل الجمهور اتجنن لان ادونيس الملاكم المبتدئ قدر يوقع بطل العالم على الارض. من هنا القتال ما بين ادونيس وريكي بقى مدمر، والاتنين نزلوا طحن في بعض وسط ذهول من الجمهور لان المباراة كانت اسطورية. وفي جولة من الجولات ريكي وجه ضربة قاضية لادونيس افقدته الوعي، لكن ادونيس قدر يقوم من جديد قبل ما الحكم يعد عليه ل10 ثواني. في الاستراحة ما بين الجولات بنعرف ان عين ادونيس الشمال بقت مقفولة بسبب الكدمات ومش قادر يشوف بيها، لكنه قرر يكمل القتال وما يستسلمش. بالفعل الجولة الاخيرة ما بين ريكي بطل العالم وادونيس الملاكم الشاب الموهوب بدأت، وفجأة ادونيس وجه ضربة مميتة وقعت ريكي على الارض، لكنه قام على اخر لحظة وهنا جرس الجولة ضرب والمباراة انتهت. روكي وبيانكا دخلوا الحلبة عشان يطمنوا على ادونيس، حتى ريكي كونلين خصمه حياه على المباراة الاسطورية دي، لكن للاسف ريكي فاز بالقتال عن طريق عدد النقط. ادونيس شكر روكي على تدريبه وشكر مربيته ماري وقال لوالده المتوفي انه بيحبه. بعد كده خرج مع روكي وبيانكا وسط تحية كبيرة من الجمهور لانه قدم قتال اسطوري ضد بطل العالم. تاني يوم روكي اخد ادونيس وتسلق معاه سلالم متحف الفن زي ما كان بيتسلقها زمان، وقال له انت ليك مستقبل كبير في مجال الملاكمة. بعد كده بتنتقل بين الاحداث في مدينة كييف باوكرانيا مع الملاكم الشاب فيكتور. فيكتور يبقى ابن ايفان دراجون الملاكم الاسطوري الروسي، وبعد ما صحي من النوم وانطلق هو ووالده لحلبة الملاكمة علشان يستعدوا للقتال. اول ما قتال فيكتور بدأ بنعرف انه ملاكم ضخم عديم الرحمة وبيدمر اي حد في طريقه. بعد كده بنقابل ادونيس اللي قدر انه يتأهل للمنافسة على بطولة العالم للوزن التقيل. قبل المباراة روكي الملاكم الاسطوري المعتزل ومدرب ادونيس قالوا انه لازم يركز ويفوز بالماتش علشان يحقق حلمه ويبقى بطل العالم، فادونيس اتحفز وشحن طاقة كبيرة. بالفعل المباراة بدأت وخصم ادونيس كان قوي جدا، لكن مع الوقت قدر انه يسيطر على خصمه ويهزمه بالضربة القاضية، وبكده ادونيس فاز وبقى بطل العالم للوزن التقيل واحتفل بالفوز مع زوجته بيانكا ومدربه روكي. في الوقت ده ايفان دراجو وابنه فيكتور قابلوا منظم قتالات امريكي وقال لهم جه الوقت علشان فيكتور يلاعب ادونيس كريد على بطولة العالم. اما روكي كان بيعمل الفطار لكنه شاف صورة زوجته المتوفية وابنه اللي سافر بعيد، فراح للمقابر علشان يزور زوجته واخوها بولي. روكي كان حزين وقال لزوجته انه بقى وحيد وابنه ما بقاش يسأل عليه، وقعد يتمنى ان ايام زمان ترجع. بعد فترة ايفان دراجو وابن فيكتور وصلوا لامريكا، ولما فيكتور شاف تمثال روكي حس بالغضب لان روكي غلبه زمان، وقال لابنه استعد علشان تدمر ادونيس وتاخد بطولة العالم. بالليل روكي رجع المطعم الخاص بيه لكنه اتفاجئ ان في شخص عايز يقابله، ولما بص عليه اكتشف ان الشخص ده هو عدوه اللدود ايفان دراجو. دراجو دخل في قتال زمان ضد ابولو كريد والد ادونيس وقتله في الحلبة علشان روكي اتحداه زمان وغلبه. ايفان قال لروكي انه بعد ما خسر منه زوجته سابته واتطرد من روسيا زي الكلب واضطر يعيش مع ابنه في اوكرانيا. ايفان قال لروكي ان ابنه فيكتور هيدمر ادونيس وياخد منه اللقب. طبعا روكي رفض يخلي ادونيس يلاعب ابن دراجو لانه مقاتل عديم الرحمة وممكن يقتله في الحلبة زي ما دراجو قتل كريد والده. وفي يوم من الايام ادونيس كان بيتعشى مع زوجته بيانكا في المطعم وشاف ايفان دراجو وابنه فيكتور بيتحدوا في ماتش ملاكمة على بطولة العالم للوزن التقيل، فادونيس اتعصب لان دراجو قتل والده في الحلبة ولو غلب ابنه فيكتور هيقدر ينتقم. بعد كده ادونيس راح لروكي وقال ليه انه هيقبل التحدي ويلاعب فيكتور ابن دراجو،
دراجو. فروكي اتعصب منه وقال له دراجو وابنه قتل اديمير رحمة، ده غير انه بطل العالم ومش مجبر يقبل التحدي. لكن ادونيس اصر وقال لازم انتقم لوالدي ايا كان الثمن. لكن روكي قال له لو دخلت القتال ده انا مش هدربك تاني ابدا، ومشي وسابه لوحده. ادونيس وزوجته بيانكا سافروا علشان يزوروا ماري المربية اللي ربته لما كان صغير. ماري لاحظت علامات الحمل على بيانكا وطلبت منها تكشف اذا كانت حامل ولا لا. بالفعل بيانكا طلعت حامل، وبكده ادونيس لازم ياخد باله من نفسه في القتال لانه بقى عنده زوجة وابن لازم يحميهم. ادونيس قال لماري انه هيقبل القتال وهيلاعب فيكتور ابن ايفان دراجو. فماري اتعصبت وقالت له ان فيكتور ممكن يقتله زي ما دراجو قتل والده. لكن ادونيس عنيد جدا واستمر على رايه. تاني يوم ادونيس قابل ديلف يبقى مدرب مشهور، وادونيس هيتدرب معاه لان روكي مش هيدربه للقتال. وهنا ديلف قال ان فيكتور ابن دراجو مقاتل ضخم عديم الرحمة وتربى في اصعب الظروف تحت ايد والده ايفان دراجو، علشان كده هزيمته هتبقى صعبة جدا. لكن ادونيس اصر على قتاله وبدأ يتدرب بكل ما عنده علشان يجهز للقتال، وبذل اقصى مجهوده من اجل تطوير لياقته البدنية لاقصى حدود. اما فيكتور اتمرن بدون توقف وبقوة رهيبة علشان يدمر ادونيس وياخد منه اللقب. بالفعل القتال اتنظم وادونيس وفيكتور وزنوا نفسهم قبل الماتش. ادونيس اتعصب وكان هيتخانق مع دراجو لانه قتل والده في الحلبة. فيوم الماتش ما بين فيكتور وادونيس الاف الجماهير حضروا القتال. دراجو وابنه فيكتور دخلوا وسط شتيمة من الجمهور لان محدش بيحبهم، اما ادونيس دخل وسط تشجيع كبير وتحية لانه بطل العالم. اخيرا القتال ما بين فيكتور وادونيس بدأ. في الاول الاتنين كانوا متعادلين، لكن مع الوقت فيكتور سيطر على ادونيس ونزل فيه طحن. بس من حسن الحظ جرس الجولة الاولى ضرب، وهنا مدرب ادونيس طلب منه يركز في القتال ويستعيد السيطرة. اما دراجو قال لابنه يكسر عظم ادونيس ويقتله. اول ما الجولة التانية بدأت فيكتور هجم بشراسة على ادونيس وهاجم ضلوعه وكسرها، بس ادونيس استحمل الضربات لاخر الجولة بالعافية. في الجولة الثالثة فيكتور كمل ضرب في ضلوع ادونيس واستغل فرصته ووجه له لكمة قاضية وهو على ركبته. فيكتور خسر القتال عن طريق الاستبعاد لانه وجه ضربة لادونيس وهو على الارض. اما ادونيس جسمه اتكسر وفقد الوعي تماما، لكن من حسن الحظ انتقل للمستشفى قبل ما حالته الصحية تتدهور. بعد فترة روكي وصل علشان يطمن على ادونيس، لكنه قال له انا خسرت واتطحنت لانك سبتني وما دربتنيش، وفضل يعيط. فروكي سابه ومشي. وبيانكا زوجته حاولت تهديه لانه دخل في انهيار عصبي. بعد فترة من العلاج ادونيس خرج من المستشفى وسط هجوم من الصحافة لان فيكتور طحن في القتال. لما ادونيس خرج من المستشفى جسمه كان متكسر ومش قادر يركز في اي حاجة خالص لانه كان دايما بيفكر في مباراته مع فيكتور، وحس بغضب كبير لانه اتضرب واتهزق قدام زوجته وكل الجمهور. ده غير انه كان بيتابع مباريات فيكتور كلها ومنتظر الفرصة المناسبة علشان يلعبه. للأسف ادونيس فقد ثقته بنفسه وبقى خايف يلعب ملاكمة تاني بسبب اللي حصل فيه. حتى لما ديلف المدرب الخاص بيه طلب يتدرب معاه ادونيس اتهرب منه ورفض يتدرب. وفي يوم من الايام روكي وصلت له رسالة من بيانكا عرف منها انها قربت تولد، فراح لبيت ادونيس وقابله علشان يبارك ليه. في البداية ادونيس كان زعلان من روكي لانه موقفش جنبه في قتاله مع فيكتور، لكن مع الوقت روكي بدأ يتكلم معاه وادونيس قال له انا فقدت ثقتي بنفسي وما بقتش قادر اقاتل تاني. لكن روكي قال له ما تقلقش المشكلة دي هتتحل مع الوقت، والاتنين اتصالحوا مع بعض. بعد كده ادونيس راح المستشفى هو وروكي علشان يشوفوا المولود الجديد. واول ما ادونيس وصل المستشفى اكتشف انه خلف بنت وسماها امارة، وحس بسعادة كبيرة هو وباقي عيلته. وفي يوم من الايام بنت ادونيس فضلت تعيط وما كانش عارف يهديها، فاخدها لنادي الملاكمة وهناك بدأ يتدرب من جديد واسترجع ثقته بنفسه. ادونيس عرف انه لازم يقاتل بكل ما عنده علشان زوجته وبنته، وقرر انه هيقف على رجله من جديد علشان ينتقم من دراجو ابنه فيكتور. ادونيس اتفق مع روكي انه هيدربه لمباراته التانية ضد فيكتور على اراضي روسيا. من تاني يوم روكي اخد ادونيس لمكان صحراوي وقال له لازم تتدرب على ارض صعبة وعديمة الرحمة علشان تستجمع قوتك من جديد. اول ما ادونيس وروكي وصلوا لمقر التدريب كان في مكان مهجور ومعدات تدريب بدائية. بالفعل ادونيس بدأ يتدرب في شمس الصحراء المميتة والتدريبات كانت شاقة جدا، لكنه استمر في التدريب وهو عنده هدف واحد بس، هو هزيمة فيكتور علشان يثبت انه اقوى منه وينتقم لوالده. التدريبات بدأت تصعب اكتر واكتر، وفي يوم من الايام ادونيس وقع على الارض وكان هيستسلم،
يستسلم، لكنه حس بالتحفيز لما شاف زوجته وبنته، فوقف من جديد ورجع اقوى من اي وقت، وبدأ يحارب ويتمرن باقصى ما عنده لحد ما قدر يهزم كل العقبات في طريقه. وبكده عرف انه جاهز لقتال فيكتور هو ووالده ايفان دراجو. بالفعل القتال اتنظم في مدينة موسكو الروسية والاف الجماهير حضروا. في البداية فيكتور دخل مع والده ومدربه ايفان دراجو وسط تحية كبيرة من الجمهور لانهم بيلعبوا على الارض الخاصة بيهم. اما ادونيس دخل مع زوجته ومدربه روكي وهو مركز على حاجة واحدة بس، هي هزيمة فيكتور واستعادة كرامته والانتقام لوالده. بعد ما ادونيس وفيكتور دخلوا الحلبة الاتنين استعدوا للقتال، واخيرا الماتش ما بينهم بدأ، وكان على بطولة العالم للوزن التقيل. في الاول الاتنين كانوا متعادلين، والمرة دي ادونيس قاتل بكل قوته لان روكي هو اللي دربه. بعد ما الجولة الاولى خلصت دراجو قال لابنه يركز على ضلوع ادونيس علشان يضعفه. بالفعل في بداية الجولة التانية فيكتور بدأ بالهجوم بكل ما عنده وضغط على ادونيس بشدة، لكن فجأة فيكتور وجه له ضربة صعبة جدا في الضلوع، فادونيس استمر في القتال واستحمل لحد اخر الجولة. روكي نصحه يحمي ضلوعه ويستخدم اسلوب دفاعي. وفي بداية الجولة الثالثة فيكتور استمر في الهجوم وقدر يكسر واحدة من ضلوع ادونيس، واستغل ضعفه ووجه له لكمة قاضية وقعته على الارض. ادونيس كان هيخسر القتال لكنه قام من جديد علشان زوجته وبنته الصغيرة. الوحش اللي جوه ادونيس فاق وبدأ يستخدم سرعته في توجيه اللكمات المدمرة لدماغ فيكتور، ووجه له لكمة وقعته على الارض، لكن فيكتور وقف من جديد وهو دايخ. فادونيس استغل ضعفه وهجم عليه بشراسة ووقعه لتاني مرة، بس فيكتور وقف وهو متدمر ومش قادر يقاتل. فادونيس نزل فيه الطحن لحد ما دراجو اعلن الاستسلام وانسحب من القتال علشان ابنه ما يموتش. وبكده ادونيس فاز واسترد كرامته وانتقم لوالده ابولو كريد. اما روكي قال لادونيس انا فخور بيك لانك قدرت تفوز وتثبت قوتك للعالم كله. طبعا ادونيس احتفل بالفوز في سعادة كبيرة، وتاني يوم ادونيس راح يزور قبر والده وحكاله على القتال الرهيب اللي حصل مع فيكتور وابنه دراجو، وقال انه انتقم ليه. بعد كده قدم له زوجته بيانكا وبنته الصغيرة عمارة. اما روكي سافر علشان يقابل ابنه واتفاجئ لما شاف لوجان حفيده الصغير. ابن روكي رحب بوالده في البيت وقال انه وحشه ونفسه يتكلم معاه من زمان. وده كان ملخص ثنائية افلام كريد. اعمل لايك واشترك في القناة وشكرا.